كتفريج الكروبات، هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى. الكروبات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، يعني لا تستغيث بمخلوق أن يفرج عنك كربة لا يقدر عليها إلا الله. لكن لو استغثت بمخلوق أن يفرج عنك كربة يقدر عليها المخلوق، هذا لا بأس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيجوز أن تسأل مخلوقا أن يفرج عنك كربة من كرب الدنيا، كي يكون عليك دين أو دية أو مشكلة، فتقول: يا أخي فرج عني، الله يفرج عنك، أنا حالتي كذا وكذا وكذا، هذا يجوز. لكن تسأل مخلوق أن يفرج عنك كرب يوم القيامة، هذه كرب يوم القيامة بيد الله وحده، ما يجوز. واضح؟ إذا هو تفريج الكربات فيه تفصيل. يجوز أن تسأل مخلوقا أن يفرج عنك كربة من كرب الدنيا وهو يكون حي، أن يكون حيا حاضرا قادرا، فتسأله وتطلبه أن يفرج عنك كربة. ولا يجوز أن تسأل مخلوقا كربة لا يقدر عليها إلا الله، أو أن تسأل مخلوقا ميت أو مخلوق غائب، هذا لا يجوز. نعم.